جدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باغو موقف بلاده بشأن الصحراء المغربية المعبر عنه على أعلى مستوى حكومي في فرنسا. وقال وزير الخارجية الفرنسي خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، قال إن فرنسا عبرت عن رؤيتها لحاضر ومستقبل الصحراء المغربية وأنها تندرج ضمن السيادة المغربية. أن هذه الرؤية تنطلق من وجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب بهذا الخصوص، مشددا على أنه لا وجود اليوم لأي حلول واقعية وموثوقة أخرى بهذا الشأن. كل مرة كنوقفوا على كلام وزير الخارجية الروسي لافروف، لا وزن لا قيمة لا هبة. قبل يومين صاحبي، قبل يومين من الزيارة ديالو للجارة الشرقية، وزير الخارجية الفرنسي كيجدد الموقف